تحبيب الصيد في وزارة الداخلية، ما هو الهدف من ذلك في الوقت اللي الناس تنتظر فيه انه ربما ما يقعدش؟ شوف، وزير الداخلية هو السي علي العرايض. نحن لا نرمي التهم جزافا، وهناك مصالح قوية جدا ومصلحة ثابتة أن هناك نوع من الاستمرار هذه المنظومة الأمنية، ونريد أن لا نتهم أشخاص إلا بما اقترفوا من عمل. وأنا أقول وزارة الداخلية سوف يكون عليها السي علي العرايض مش تحبيب الصيد، ولكن لا نريد أن نتهم أي إنسان إلا بحجة، ولحد الآن لم يقدم أي حج، كلها يعني انطباعات. سوف يكون سي حبيب الصيد مستشار لدى رئيس الحكومة للشؤون الداخلية، هذا استمرارية للمؤسسة وفي مصلحة البلاد، ولن يكون له أي نفوذ على وزارة الداخلية. ولكن أيضا نريد أن نستفيد من الخبرات الماضية. نحن لا نريد أن نهدم، نريد أن نبني، ولكن القرار واضح لنا هو تغيير وزير الداخلية بسبيل ليس هذا نقصا في تحبيب الصيد ولا تشكيك في قدراته، ولكن هذا قرار سيادي اتخذناه.